أجهزة الهاند هيلد أجهزة مميزة فعلا، وأنا مهتم بيها لأنها بتقدم تجربة مختلفة وممتعة. وأنا اتكلمت عن أجهزة كتير أوي في التشانل زي الستيم ديك والار او جي لاي والليجن جو وحتى الام اس اي كلو وغيرهم. بس المرة دي الموضوع مختلف، لأن الجهاز اللي معانا النهاردة هيغير المفهوم القديم اللي معروف عن الديسكتوب جيمنج بي سي وحتى الهاند هيلد جيمنج بي سي. والجهاز ده هو ال1 اكس جي بي يو، أول بورتبل جي بي يو في العالم. اهلا بيكم. في الاول عايز اقول ان كل الاجهزه اللي في الفيديو ده انا اشتريتهم، مش مرسله ليا من اي شركه او حتى اعلان لاي شركه منهم. كل ده تجربتي الشخصيه ورايي انا الشخصي اللي بقدمه ليكم عشان تقدروا تقرروا هل الاجهزه دي مناسبه ليكم ولا لا. ودي حاجه صعبه ان انا اجمع كل الاجهزه دي عشان اقدر اعمل لها ريفيو، وده عشان اقدر اوفر لكم التجربه الكامله لمعظم الاجهزه دي، عشان لو بتفكر تشتريها تكون عندك الفكره كامله. خلينا بقى نرجع للموضوع بتاعنا النهارده. جهاز زي الليجن جو او الام اس اي كلو او غيرهم اجهزه قويه جدا وادائها ممتاز جدا، بس في اوقات كتير بنلاقي ليميتيشن او حدود في الاداء بتاعهم، سواء في الجيمز او في البرامج اللي بنستخدمها. وزي ما احنا عارفين ان كل اجهزه الهاند هيلد دي بتيجي السي بي يو مع الجي بي يو نفسه، وده مش بيخليها توصل للاداء بتاع الديسكتوب جيمنج بي سي لو بنتكلم مثلا على كروت معينه زي ال 4060 او ال 4070 او ال 4090. ولكن ال1 اكس جي بي يو اللي معانا النهارده غير الفكره دي خالص. خلينا الاول نتكلم عن ايه هو ال1 اكس جي بي يو. هو عباره عن بورتبل داك ستيشن جي بي يو. الجي بي يو الموجود هنا هو من نوع الاي ام دي راديون ار اكس 7600 ام اكس تي، والموديل ده بيجي ب 8 جيجا بايت دي دي ار 6. والموديل ده معروف وقوي جدا ويقدر يشغل البيج تايتلز، وهنشوف في التجربه بعد شويه. بس دلوقتي خليني اقول لك ان ليه كمان داك ستيشن. داك ستيشن لان هو بيجي بالبورتس دي. البورتات دي هي عباره عن الدي سي نفسه، وهنا تايب سي اللي هو تايب سي 4، وهنا الايكولينك وهنتكلم عليه كمان شويه، وهنا 2 اتش دي ام اي، وكمان ديسبلاي بورت. طبعا ديسبلاي بورت كل الجيمرز بيفضلوه عشان بيدي اداء احسن. وكمان موجود هنا اللان كونكشن. الجهاز كمان مميز بان هو بيجي بديزاين كومباكت خالص، تقدر تحطه معاك في شنطتك. يمكن في اكسترنال جي بي يوز كتير موجوده في السوق دلوقتي، ولكن مش بالحجم ده، وكمان مفيش فيها التفصيله اللي هقولها دي. هنا بالخلف بتلاقي فيه رابر باندز كده عشان يرفع الجهاز شويه عشان التهويه، وكمان عشان تثبته كويس. بس لو جيت هنا بقى هتلاقي فيه بورت زياده هنا، وكمان بيفتح ماجنت بشكل ممتاز جدا. تقدر تضيف هنا اس اس دي كارد اضافي لحد 4 تيرا، ودي حاجه مميزه جدا ومش موجوده في اي اكسترنال جي بي يو تاني في السوق. فكرته بقى ان انت تقدر تضيف الاس اس دي بتاعك هنا من نوع الام دوت 2، ولما توصله على اي جهاز من اجهزه الهاند هيلد هتقدر ان انت تستغل المساحه دي. خليني اوريك محتويات الصندوق نفسه لما انا عملت له انبوكسنج، والانبوكسنج كمان يعتبر محترم الى حد ما، وكمان البوكس وصل لي بشكل مميز جدا. طبعا اهم حاجه بتيجي في البوكس هو الباور ده، عشان كده بقول لك هو مش بورتبل قوي، لان بيجي معاه باور سبلاي بالحجم ده، وكمان وزنه مش خفيف، بس في نفس الوقت تقدر تاخده معاك في نفس الشنطه بتاعتك. الفكره هنا في ان الباور سبلاي ده بيجي ب 330 واط، وكمان يقدر يشغل الجي بي يو نفسه لحد 120 واط على التيربو مود. فكره ان انت توصل 120 واط لاجهزه هاند هيلد ده حاجه ممتازه جدا، لان زي ما احنا عارفين ان اقصى واط بتقدر توصل له في الاجهزه دي هو تقريبا 40 او 45 ماكسيموم. ففكره ان انت تعدي الواتج ده هيدي لك اداء زي الديسكتوب جيمنج بي سي او يتقارن معاه. كمان بيجي مع الجهاز تايب سي ده موجود عليه اللوجو بتاع ال1 اكس، وطوله متر تقريبا عشان تقدر توصله من الجي بي يو للهاند هيلد نفسه او اي جهاز تاني بيدعم اليو اس بي 4. وطبعا الجهاز اللي انت بتستخدمه لازم يكون بيدعم اليو اس بي 4، عشان كده للاسف الار او جي لاي مش هيقدر يشتغل مع الجهاز ده لان مفيش اي كومباتيبلتي. لكن الار او جي لاي شركه ايسوس عامله له جي بي يو منفصل، بس سعره غالي قوي ومش منطقي. ولكن الفكره هنا انك تقدر تستخدم الجي بي يو ده مع الام اس اي كلو وكمان الليجن جو، وبيشتغلوا بشكل ممتاز جدا كمان. فدي حاجه لازم تعمل لها اعتبار. كمان في ايكولينك هنا. الايكولينك ده طبعا ما بيجيش مع الجهاز، بيجي معاه بس التايب سي، بس الايكولينك ده بيدي سرعات اكبر من التايب سي نفسه. الكونكشن على التايب سي بيبقى محدود شويه، وبيبقى الباور ترانسفير ما بينه وما بين الجي بي يو بيكون قليل، بس انت تقدر تلاقيه في الميني بي سيز. خلونا نعرف في الكومنتس لو انتوا عايزيني اعمل ريفيو لميني بي سي الفتره الجايه ونجرب عليه الايكولينك دي. هنا زي ما انتم شايفين كده فكره ان انت يكون عندك ديسكتوب ماشين بالكومبوننتس دي بس. وانا لما بتكلم على ديسكتوب انا بتكلم على جيمنج بي سي
موجود عندك في البيت. طبعا الجيمنج بي سي هتكون اكبر من كده، ولكن هنا مع ال1 اكس جي بي يو الموضوع بسيط خالص. زي ما انتم شايفين كده مركبه على السكرين دي 32 انش، وموصله دلوقتي على الام اس اي كلو. وهنا الماوس والكيبورد مربوطين ببلوتوث، وكمان الكنترولر ده اقدر ان انا استخدمه وموصله بالريسيفر الموجود في الجي بي يو نفسه. وزي ما انتم شايفين كده الجي بي يو فيه ار جي بي لايتس شكلها حلو جدا، وكمان تقدر تغير فيها. ويمكن انا حاطه على حاجه عاليه شويه عشان التهويه تكون كويسه. وعشان تعمل السيت اب ده كل اللي انت محتاجه ان انت توصل الديسبلاي بورت او الاتش دي ام اي للشاشه نفسها، وكمان توصله للباور نفسه، وكمان توصل الواير بتاع التايب سي اللي هو اليو اس بي 4، وبسهوله كده يكون عندك السيت اب الخاص بيك. الفكره في الجي بي يو ده ان انت بمجرد ما توصله هو بيشتغل على طول. المفروض ان هو بلاج اند بلاي، لان في تكنولوجي اسمها الاي ام دي اكس كونكت، تقدر توصل على طول دايركت بالبي سي او الهاند هيلد اللي انت موصله عليه، وبتقدر تشتغل على طول بدون اي مشاكل. بس انت اول حاجه بتحتاج ان انت تعمل انستول للابلكيشن نفسه، والابلكيشن ده اللينك بتاعه بيكون فيه الجايد اللي بتيجي مع الجهاز، فدي مش مشكله خالص. بتعمل له انستوليشن، وبعد ما تعمل له انستوليشن بتعمل ريستارت، وبيكون دلوقتي عندك الجهاز. لو انت دخلت على الديفايس مانجر زي ما انتم شايفين كده، في عندي اللي هو الانتل ارك اللي هو بتاع الام اس اي كلو نفسه، والتاني اللي هو الاي ام دي ار اكس 7600 ام اكس تي، وده الجي بي يو بتاع ال1 اكس جي بي يو نفسه. كمان انت تقدر توصله فقط عن طريق اليو اس بي والباور نفسه، وتقدر تشتغل في السكرين نفسها الموجوده في الام اس اي كلو او في اي هاند هيلد تاني او بي سي. فانت مش لازم يكون عندك كل السيت اب ده عشان تقدر تستخدمه، بس عشان تاخد انت افضل تجربه ويكون عندك السيت اب بتاعك الكامل بتحتاج ان انت تعمل حاجه زي كده. خلينا دلوقتي نجرب اول جيم، وهي لاست اوف اس بارت 1. لاست اوف اس بارت 1 يمكن من الالعاب الانتنسيف قوي اللي بتشتغل على جرافيكس عالي جدا. خلينا اوريك احنا شغالين على اي اعدادات مع الجي بي يو ده. زي ما انتم شايفين كده الجيم على طول عمل ديتكت للجرافيك كارد الموجود اللي هو بتاع ال1 اكس جي بي يو، ودلوقتي احنا على ريزولوشن 2K 2560 في 1440، وكمان الكواليتي الموجوده زي ما انتم شايفين كده الترا، واحنا واصلين دلوقتي ل 44 اف بي اس. ففكره ان انت تلعب جيم زي كده على الالترا سيتنجز وعلى الريزولوشن ده، دي حاجه ممتازه جدا. وطبعا انت لو قللت الريزولوشن ل 1080 بي هتاخد كمان برفورمانس اعلى بكتير. اما هنا في جيم زي هورايزون فوربيدن ويست السيتنجز بتاعتنا هتكون على الهاي، والريزولوشن بتاع الشاشه نفسها هيكون على 1080 بي. زي ما انتم شايفين كده الجيم شغاله على 1080 بي زي ما قلنا. كمان واصل الاف بي اس تقريبا ل 35 اف بي اس، ده الافريج. ممكن يوصل لاعلى من كده طبعا لو انت قللت الجرافيكس او ان انت عملت ريزولوشن اقل. انا بشوف ان الجيم شغاله بشكل كويس جدا وممتاز على ريزولوشن عالي زي كده. وكمان انا مش مشغل اي اب سكيلينج. اب سكيلينج ده ان هو ان انت تقدر تقلل من الجرافيكس عشان يزود البرفورمانس بتاع الجيم، ولكن انا مش مضطر اعمل كده مع الجيم دي، وده بسبب الاداء اللي بيقدمه ال1 اكس جي بي يو. يمكن كمان الصوت اللي انتوا سامعينه في الباك جراوند ده صوت الجي بي يو نفسه، لان المروحه بتاعته فيها ازعاج شويه، ولكن انا هحط لكم برده نسبه الديسيبل نفسها بتاعه الصوت عشان تعرفوا ايه مدى الازعاج بتاعه على اي مود. اما هنا بقى في جي تي اي 5 حاولت ان انا اشغلها على الالترا سيتنجز اللي هو اعلى سيتنجز موجوده فيها، وكمان شغلتها على اعلى ريزولوشن اللي هو ال 1440، وشغاله زي ما انتم شايفين كده بشكل ممتاز جدا بدون اي تقطيع او اي ستاترز. وطبعا ده بيختلف في الاماكن نفسها اللي انت بتكون موجود فيها في الجيم نفسها. يمكن كمان ويتشر 3 من الجيمز اللي صعبه ان انت تشغلها، بالاخص كمان على ريزولوشن عالي، ولكن هنا كمان انا هشغلها على الالترا سيتنجز، وكمان هشغلها على 1440 بي. وزي
وزي ما انتم شايفين كده الجيم شغاله بشكل ممتاز جدا، والريزولوشن كمان بتاعها كويس جدا جدا، وكمان واصلين هنا ل 45 فريم بير سكند افريج وبدون اي اف اس ار او اي اب سكيلينج. اما بقى دلوقتي خلينا نجرب مع الارو جي ال اي، ويمكن الارو جي ال اي من الاجهزه اللي متطابقه جدا وتنفع قوي في السيت اب ده، لانه ببساطه انت تقدر تستخدم الجهاز ريموتلي بالكامل، لانك تقدر تستخدم الكنترولرز دي تعمل لها دي اتاتش منه وتستخدمها بشكل طبيعي جدا. واول جيم عايزين نشغلها هي جاد اوف 4، وجاد اوف 4 انا مشغلها هنا على برضو 1440 بي، وكمان شغالها على الهاي سيتنجز. طبعا احنا عارفين ان جاد اوف 4 كمان من الجيمز اللي صعب ان انت تعمل لها تشغيل على الريزولوشن ده، وبتحتاج بي سي قوي عشان يقدر يشغلها، بس هنا شغاله بشكل كويس جدا، واصله فريمز زي ما انتم شايفين كده ل 72 فريم بير سكند. طبعا في بعض التقطيع كده، بس احنا مش مشغلين هنا اي اب سكيلينج. لو انت شغلت الاب سكيل هتقدر تاخد فريمز اكتر بكتير، وممكن يوصل معاك ل 100 فريم بير سكند، وكمان لو قللت الريزولوشن فيها هتشتغل بشكل اقوى. زي ما انتم شايفين كده التفاصيل في الهاي سيتنجز ممتازه جدا عن اللو سيتنجز اللي انت ممكن تشغلها على الجهاز نفسه. وطبعا احنا مش هنجرب كل الجيمز دي وما نجربش سايبر بانك 277، وكمان الجرافيكس على الهاي سيتنجز. وزي ما شايفين كده واصلين ل 52 فريم بير سكند، وبتوصل كمان ل 60 فريم بير سكند، وكمان الريزولوشن اللي شغالين عليه هو 1440 بي. Japan Town. After sunset, I am sending you the precise location. I'll see you there. هنا في جيم زي ديفل ماي كراي 5 الريزولوشن واصلين ليه ل 1440 بي، وكمان تقدر توصل ل 4K، وهتوصل كمان معاك ل 160 فريم بير سكند. اكيد انت دلوقتي بقى عندك فكره كامله عن ايه اللي يقدر يشغله الجهاز ده وازاي تقدر تاخد البرفورمانس منه، بس ده مش كل حاجه، لان الجهاز ده كمان فيه ميزه تانية تقدر انت تستخدمها. الميزه التانية دي هو التيربو مود، والتيربو مود هنا بتقدر توصل له عن طريق الزرار اللي هنا ده. هنا لو دوست على الزرار ده بينقلك الباور من 100 واط لحد 120 واط، فانت تقدر تاخد كمان برفورمانس اعلى بكتير من البرفورمانس اللي احنا شفناه دلوقتي. كمان جنب زرار التيربو ده الزرار الخاص بالار جي بي لايت اللي تقدر انت تغير ما بينهم، وفي اشكال كتير جدا، ولما انت تختار شكل معين الجهاز بيحفظه ليك وبيشغله لما انت تيجي تشغل الجهاز تاني. وكمان ان موجود فيه 2 يو اس بي تايب اي، دي ميزه كويسه جدا عشان تقدر توصل عليهم كل الاكسسوارز اللي انت عايزها. فكره الباور ان انت تقدر توصل ل 120 واط هيديلك بوست للبرفورمانس، ولكن فكره ان انت موصل الجهاز بتاعك عن طريق اليو اس بي 4، اليو اس بي 4 ليه ليميتيشن، والليميتيشن دي ما بتقدرش ان انت تاخد بيها افضل اداء من الجي بي يو نفسه. انما لو انت عندك ايكولينك اللي الواير بتاعه شكله كده هتقدر ان انت تاخد الباور كامل لما انت توصله عن طريق الايكولينك ده، لان الباندوتس اللي فيه بتكون اعلى بكتير. بس للاسف مفيش اي هاند هيلد من دول موجود فيه الايكولينك، ولكن في نفس الوقت زي ما انتم شايفين كده انت تقدر تاخد برفورمانس ممتاز جدا. يمكن دي الليسته الخاصه بالشركه نفسها اللي عملت مقارنه فيها ما بين الار تي اكس 3060 الديسكتوب فيرجن مع ال 7600 ام الموجود في ال1 اكس جي بي يو ده. وطبعا احنا عارفين ال 3060 برضه من الجرافيكس كارد المحترمه جدا، يمكن الجهاز كمان بيدي بوست لكل حاجه حتى البرامج نفسها. يعني مثلا هنا لما تيجي تشغل بلندر اللي هو مخصص فيه الجرافيكس هيشتغل بشكل اسرع، وكمان البرفورمانس بتاعه هتلاقيه بشكل احسن بكتير لما انت تيجي تشتغل مع الرسومات اللي فيه. يمكن لينوفو ليجن جو مع البريمير برو بيشتغل بشكل كويس جدا، ولكن انت كمان هتاخد اداء اكتر تميزا مع الجي بي يو ده،
لو جينا بقى نتكلم على السعر، الجهاز ده حاليا سعره $700 وبيجي منه 3 فئات. الفئه اللي انا جبتها دي من غير اس دي كارد، في فئه تانية بتيجي ب 1 تيرا اس دي كارد ودي بيكون سعرها $798، وكمان بيجي فئه تانية سعرها $989 ودي بتيجي ب 4 تيرا بايت اس اس دي كارد. بس انا بفضل ان انت تاخد الجي بي يو نفسه وبعدين تقدر تضيف له لو انت احتجت الاس اس دي كارد، والانستليشن بتاعه سهل جدا مفيش فيه اي مشاكل. السعر اكيد غالي، ان جي بي يو منفصل يكون سعره لوحده $700 ده سعره غالي طبعا، ولكن لو انت جيت تشوف في الماركت ممكن ما تلاقيش الاداء اللي بيقدمه الجي بي يو ده في لابتوبس كتير، ولو لقيت الاداء المماثل ده هتلاقي السعر بيعلى وبيبتدي ب $1000، ولكن انت برضه هتاخد لابتوب كامل فانت هتاخد الفول باكج، ولكن هنا انت هتاخد فقط الجي بي يو. وطبعا زي ما احنا قلنا تقدر تستخدمه على كل الاجهزه، اهم حاجه يكون عندك جهاز بيدعم اليو اس بي 4 او جهاز بيدعم الايكولينك اللي هو طبعا احسن. هنتكلم دلوقتي على الحاجات اللي عجبتني واللي ما عجبتنيش في الجهاز ده كتوتال. يعني لو جينا نتكلم على الحاجات اللي عجبتني فاكيد البرفورمانس طبعا زي ما انت شفتوا ممتاز جدا، وكمان فكره ان هو بيوصل لاكتر من كده مع ال 120 واط دي حاجه ممتازه، وتقدر تشغل كل الجيمز باعلى ريزولوشنز. وفكره كمان ان هو بيجي بتايب سي واكيلينك دي حاجه مميزه كمان، وطبعا الاستورج اللي انت تقدر تضيفها في الجهاز دي كمان ميزه كويسه ومش موجوده في الجي بي يو المنافس ليه اللي هو من شركه جي بي تي. اما الحاجات اللي ما عجبتنيش في الجهاز فهو سعره طبعا. اول حاجه سعره غالي جدا وبيوصل كمان تقريبا ل $1000 مع نسخه ال4 تيرا، ده سعر انا بشوفه غالي جدا. وفي نفس الوقت حجم الباور سبلاي نفسه يمكن هو 330 واط وبيدي باور كفايه، ولكن برضه حجمه كبير قوي فممكن ما يبقاش مريح ان انت تاخده في كل مكان معاك. الجهاز ده كمان يمكن التبريد بتاعه مميز، بس انا لقيت درجه حراره الجهاز ده بترتفع بزياده قوي. بس طبعا لو انت عندك الجهاز في مكان مكيف او مكان درجه حرارته كويسه هيشتغل بشكل كويس جدا. الاكزوست اللي في الخلف هنا بيقدر ان هو يطلع الهواء الساخن نفسه، وكمان هنا المروحه دي بتقدر تسحب الهواء البارد وتدخله، وده يمكن تبريد كافي على حجم الجهاز نفسه، بس انت هتحتاج انك تراقب درجه حرارته. خلونا نعرف في الكومنتس ايه رايكم في الجهاز، وهل انت تفضل تشتري لابتوب منفصل ولا تاخد اكسترنال جي بي يو ده وتشغله على الهاند هيلد بتاعك. ولو عجبك الفيديو اعمل لايك وشير مع حد ممكن يستفيد بالفيديو ده، ويا ريت تشترك في القناه لو انت مش مشترك لان ده هيساعدني ان انا اقدم الاحسن دايما. شكرا جدا على المتابعه واشوفكم في فيديو جديد.